السلام عليكم. بخصوص اللي حصل في واقعة الأتوبيس، عايز أتكلم معاكم في نقطة قد كده. لحد دلوقتي أنا مش خايف من اللي حصل ده، أنا خايف من اللي جاي جدا. هتقول لي ليه؟ هشرح لحضرتك. أولا إحنا لحد دلوقتي مش عارفين مين اللي صح. هتقول لي يا فارس طب ما هي شركة الأتوبيسات نفت الواقعة. أقول لك لا، الفكرة إن اللي حصل إن شركة الأتوبيس الترددي نزلت بيان تنفي الواقعة كلها إنها حصلت عندها، مش إن الواقعة حصلت في الأتوبيس. هي قالت لك لا، الناس اللي عماله تقول ان الواقعه حصلت في الاتوبيس الترددي هي ما حصلتش عندي. طب ليه؟ قال لك لا، انتوا قلتوا ان الموضوع حصل في خط سير المقطم. الاتوبيس الترددي اصلا ما عندهوش المقطم في اي خط من خطوط سيره. فهو بمعنى اصح بيقول لك ايه، لا الموضوع حصل ما حصلش انا ما اعرفش، لكن هو ما حصلش عندنا. فهي دي الفكره. لكن انا بتكلم بقى في نقطه ايه، ان للاسف احنا انقسمنا لجزئين. جزء جاي على الراجل قوي وبيقول له انت عملت وسويت وسويت، رغم ان الفيديو ما بيثبتش ان في حاجه حصلت. والناحيه التانيه جزء برضو بيقول لا الراجل ده بريء والبنت دي بصوا عامله ايه في وشها وبص. فاحنا المشكله ان احنا اتقسمنا لجزئين. اولا الناس اللي هي عماله تقول ان الراجل عمل كده وهو السبب في كل انت ايه الدليل ان الراجل عمل كده؟ لحد دلوقتي الفيديو ما وضحش ده. النيابه ما اكدتش الفعل ده. شويه تقول لك ده حاول ان هو ياخد حاجه مني، بعد كده تقول لك ان هو لمسني، بعد كده قالت لك ده هو ماشي ورايا. الناحيه التانيه اللي عماله تقول البنت لا بتتبلى عليه، انت مش شايف عامله ايه في وشها. يا جماعه اتوصينا ان احنا نغض البصر. هل عن البنت اللي هي مثلا محجبه بس، او عن البنت اللي لابسه واسع بس؟ لا، غض البصر عن كل شيء. احنا ملناش دعوه البنت لابسه ايه، حاطه ايه في وشها ولا ايه في بقها. بغض النظر انا مع اختلافي مع القصه دي، يعني انا بقشعر اساسا من البيرسينج ده، ولكن احنا ملناش دعوه البنت كانت عامله ايه. ومش كون ان هي مثلا لابسه لبس معين او عامله حاجه معينه هيدي الحق ان حد يعمل اللي هو عايزه. لا برضو كل ده مش هكلمك حتى في غلط، لا هو حرام. يعني احنا ربنا سبحانه وتعالى هو اللي امرنا بكده، فاحنا يجب ان احنا يعني نلتزم بده وملناش دعوه بقى هي لابسه ايه هي عامله ايه، دي مش بتاعتنا. احنا كل اللي لينا ان احنا ننفذ اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لنا عليه، وهي برضو المفروض تعمل كده. لكن انا بكلمك من وجهه نظر انا، من ناحيتي انا مش مسؤول هي بتعمل ايه. لا انا اعمل اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لي عليه، ان انا اغض بصري. تاني حاجه بقى، الراجل ده يا جماعه اتعامل معاه مواقف صعبه جدا. اول حاجه الراجل بدا ان هم يتكلموا عنه ولحد دلوقتي مفيش دليل. بدأنا نخش في أماكن شغله على صفحاتهم وعلى الدنيا عنده، ونتكلم عن أماكن شغله وشغال فين وبيعمل إيه، واحنا لحد دلوقتي ما عندناش دليل. انا كمان سمعت ان مشوه من شغله. الراجل صاحب المكان قال له لا اتكل على الله، واللي انا اعرفه ان هو شغال تقريبا باليوميه حسب ما سمعت. فطبعا الراجل صاحب الشغل لما لقى الموضوع فيه شو وقصه وكلام قال لك لا، ابعدنا عن القصه دي خالص. مفيش صاحب شغل بيبقى عايز دوشه في مكان الشغل بتاعه. فكلمه قال له لا ما تجيش الشغل تاني. فده واحد برضو خسر شغله. ليه؟ واحنا لحد دلوقتي ما فيش دليل. يعني هو خسر شغله على حاجه احنا ما نعرفش حصلت ولا لا. فلحد دلوقتي الراجل ما فيش حاجه عملها مثبته. فكان من الافضل نستنى تحقيقات النيابه، ان احنا نعرف مين فيهم الغلطان. هل في حاجه بينهم قبل كده ان هم كانوا عارفين بعض، او في مواقف جمعتهم، او في خلافات قديمه؟ كل ده احنا لسه ما نعرفوش. التليفون في النيابه بيتفحص فنيا وبيتاكدوا من الواقعه. الشاب كان بيتحقق معاه، مش عارف تقريبا سمعت ان هو تم الافراج عنه لحد يعني على سبيل او على ذمه التحقيقات. ليه بقول لك بقى خايف من اللي جاي؟ قدر دلوقتي انت في خلاف بينك وبين واحده كانت خطيبتك، خلافات بينكم وبين بعض ايا كانت. تخيل بقى البنت دي تيجي تتبلى عليك، تتكلم عنك وتقول ده عمل وده سوى، فتلاقي صف وقف معاها وقال لك لا ما هي ما غلطتش، البنت اكيد ده عمل وسوى وسوى، انت مش شايف دي عامله ازاي وهو عامل ازاي، وحكمنا على الموضوع كده. فاللي هيحصل ايه؟ ان الراجل ممكن يخسر شغله، يتحقق معاه، يروح يومين تحقيقات يروح. فانت فاهم القصه اللي هتحصل، وهو يكون ما عملش حاجه. وفي نفس الوقت تكون بنت ماشيه في الشارع بجد وحد يعمل حاجه، فالبنت تمسك فيه وتقول ده عمل وده سوى، فتلاقي ناس توقفه يقول لك لا ما يمكن ما عملش حاجه، زي مثلا موضوع الاتوبيس فعشان كده يا جماعه انا بقول لكم انا خايف من فكره ان احنا يعني لفرقتين مشيناه اهلي وزمالك، واحد واقف في صف ده والتاني واقف في صف ده. طب الحقيقه عند مين؟ لا لحد دلوقتي محدش عارف اصلا الحقيقه ايه. فعشان كده بقول لكم خدوا بالكم من حكايه ان كل واحد يتشبث برايه وهو ما عندوش دليل. فلازم نصبر، وتحقيقات النيابه هي اللي هتبين. لان الراجل ده
لو اتبين ان فعلا ليه حق وانه ما عملش كده، فالبنت هتكون ملزمه بتعويض، هتكون ملزمه، يعني سيبك من التعويض المادي، على الاقل التعويض المعنوي اللي حصل له قدام الناس. وتاني حاجه، لو ثبت ان الراجل ده فعلا عمل كده، فلا البنت برضه هي كمان هيكون لها حق وتعويض على الكلام اللي اتقال عنها. فعشان كده بقول لكم في وقت زي ده نخرج من القصه خالص لحد ما الحقيقه تبان، علشان ما يجيش يوم ونبقى قدام ربنا سبحانه وتعالى احنا وقفنا في صف حد فيهم ويطلع حد فيهم كان هو اللي غلطان. فخدوا بالكم في وقت زي ده الموضوع بيبقى عامل بالظبط والله زي الفتنه، فنمسك نفسنا لحد ما نعرف الحقيقه فين. ربنا يحفظ الجميع يا رب، وربنا ما يحط حد في موقف زي ده سواء راجل او ست. ربنا يسترها مع كله يا رب. كل سنه وانتم طيبين.